علمه ورحمته وحنا بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصى به من الصبر والطاعة فقال الإمام هو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لولا وصية رسول الله لما تجرأت ودخلت دار وأنت تعلم ذلك جيدا مهما سمعت. يا قوم انقذوني يا قوم إنها ليقتلني. فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وأدار علي عليه السلام إلى سيفه فهربوا جميعهم فرجع قنبل إلى أبي بكر وقال المصيبة يا مولاي ما يعرفك يا قنبل وراك يا مولاي إن عمر بن الخطاب في القبضة عليه. ماذا تقول؟ إنه قتل. فماذا نحن سامعون يا أبا بكر؟ خذ مزيدا من الرجال وقم بنجاة عمر من يد علي. هيا يا مولاي مزيدا من الرجال. هيا تعودوا عليه. فانطلق قنفذ الملعون بغير علم فاقتحم الدار هو واصحابه واتى علي الى سيفه فسبقوا اليه وتكاثروا عليه وهم كثيرون فتناول بعض سيوفهم فقال الامام هيا تقولون والله بعد من هذا الكلام يا علي وابني عليه. أجحم بعد ذلك حتى عمر بجماعته فقال له ألم تسمعوا إنه مكتب بوصية رسول الله. ثم انطلقوا بعلي واتبعوه على رحمة وسيوفهم على رحمته ثم قالت ولا تبادرون عني بلسانها وولدانوا علي بالدار كلفه انا ما ينقاتي من عمري وعصبه والله وسيدي المصطفى هي اللي جسمه وما يقدر يكامل او جسمه. والله يا الجار علي بحمار قل لي شلون علي يا الجار الله عند البخيل بعزم. والله يا الجار وما تسأل سيف ليش من جار علينا جد فوق وصيته خيا فردنا عمر بن فاطمة والفخر وقال ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا وقد أوصاكم ابن رسول الله كلا باتباعنا والتمسك بنا يا عمر. خذوا عن ابن عمي خذوا عن مالي. يا قنطان نعم يا مولاي ومن قابل بنت محمد الصلاة والسلام حتى لا تتكلم بهذه الكلمات حتى لا تتكلم علينا ابدا. الله يسعود يا فضل يا محمد قل يا ابويا يا عمر على عبد ضربني والله ضربني والضرب جليل قاعدني والله لا انكسر قلبه ولا رحمني والله ابن الناس ما واحد حشمني. ثم أثار الإمام الله أكبر يا حمد الله ولا تحضر بي الجنة ربهم إن الجنة استضعفوني وكادوا أن يقتلوني
ولما وصيتك يا حبيب الله وما كتب احد منهم ولكن كتبتني وصيتك يا رسول الله. لبيك يا عليك يا عليك لبيك يا عليك مهما عليكم بالله مهما يا اصحاب رسول الله ارجعوا سيوفكم الى اذنابها فوالله لمكتبت وصية رسول الله والا لكان بالخطاب اولى بها ولا اتركوا سيوفكم يا اصحاب رسول الله. دعك من هذا الكلام يا علي وامضي معنا الى المسجد وبايع. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا علي رد يدك وبايع خليفة المسلمين أبا بكر وإن لم أفعل لفتفات والله لا أضرب عنقك بشرط هذا. إذا اقتلون عبد الله وأخا رسول الله. يا علي عبد الله تمام فأما أخا رسول الله لا يا علي لا. وقلت لابن الصحاب وقد آفى بيني وبينه حينما آفى بين المهاجرين والأنصار فضلا عن كون ابن عمه وسهره فعلى أخا رسول الله شئت أن أديت وقد قال لي وكلكم تسمعه أنت من المؤمنين مني يا علي إلا أنه لا نبي من بعده فعلى أخا رسول الله رغما عن أنفك. يا علي كف عن هذا الهراء لقد أزعجتنا. يا علي إما أن تبايع خليفة المسلمين وإلا أظنها لك بسيف هذا وأنت تعلم يا أنا خالد بن الوليد سيف الله يسير يا علي. كيف يا علي أنت سيف الله وأنا كيف أنا أيضا والله لقد سلكتم أسمائي وألفاظي على الفارية ألا يفرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمن والكافر وعلى الصديق فأنا علم من صدقت رسول الله وقيلة كذبتموه وأنا سيف الله المسلم وما أنت إلا كما وصفت حبيبي رسول الله سيف الشيطان. لماذا هكذا يا أبا الحسن؟ بايع وانجم بنفسك لقد بايعتني إلا أنت ونفر من أصحابك يا علي. لقد بايعوا على الباطل ولا يكون عليا مع الباطل فقد قال رسول الله في حقه الحق مع علي وعليا مع الحق فإنما دار علي صار الحق معه. فيعلمنا أن طالب وإلا قمنا بقتلك. وبقتلك تهددونني أوما علمتم بأن القتل لنا عادة وقرابتنا من الله الشهادة. فالله إن قلت فيكم ما سبق من القول لتداخلت أتباعكم في أجلاتكم كتداخل أسنان دوارات الرحى فإن نطقت تقولون حسن وإن سكت مخالفة علي بن أبي طالب من الجنة وحيهاته الموت وعلى الموت المبيد وحامل الرمحين الطويلين والسيفين الثقيلين فوالله الذي لا إله إلا هو لولا وصية حبيبي رسول الله لخرجتم من دياركم هاربين وعلى وجوهكم في البيداء نائمين ولا يتسرع أحد منكم ويدخل داره وأنتم تعلمون ذلك جيدا وأنا علي بن أبي طالب هذا الحسن والحسين ولكن سقطتني وصية رسول الله حفاظا على دينه. وقالت مولاتنا فاتحة الزهراء فالله من عبادة هذا الأمر أبدا. يا ابن أبي قحافة أتريد أن ترميني من زوجي وتيتم أطفال
والله إن لم تكف عن دار يشقون وجهي وأكشفون عن رأسي وأتينا قدر أبي رسول الله وداولنا عليه، فما ناقة صالح بأكرم على الله مني ولا فصيلها بأكرم على الله من ولدي. صلوا عن بالي علي. لا إله إلا الله. ويحكم ماذا تصنعون يا عم يا سلمان؟ يا عم يا سلمان لبيك يا مولاي يا امير المؤمنين يا ابا الحسن والحسين يا عم يا سلمان ابيك بالدرجه. هذا سيفك ونعلم الذي فضله إليك ونحن لا نستطيع حمله يا علي. خذ. أعلموا جيدا أنكم لن تحفظوا من وصية رسول الله سوى هذا السيف، وأنا أعلم لو كنتم تستطيعون حله لما أرجعتموه. يا بنت رسول الله الله الذي لا إله إلا هو لما تركوا على دين أبيكم جميعا، ولكن لا بعد ذلك اسم أبيكم بالأباء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وعندما رجع أمير المؤمنين وفاطمة ومعهما الحسنان إلى الدار، وعندما وصل الدار أخذ آلام الصغراء يزداد عليها وحالها يسوء يوم بعد يوم. وعندما شاهدها أمير المؤمنين عليه السلام تألم كثيرا فقالت له يا علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذكرت يا بنت رسول الله إني قد نويت إلي نفسي وإن أراد إني لاحقة بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قلبي أشياء أريد أن أوصيك فيها يا علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا بنت رسول الله والله إنك جددت علي مصاب حبيبي رسول الله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنت محمد أوصني بما شئت فسوف تجدين إن شاء الله الصادق. ولا تدع أحد من هؤلاء الذين ظلموني أن يحضروا يا أبا الحسن. أوصيك أن تتزوج من بعدي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء، فإذا تزوجت اجعل لها يوم وليلة، ولأولاد الحسن والحسين وزينب يوم وليلة، فإني أحبهما فبالأمس أتفقد جدهما رسول الله واليوم يفقدان يا علي. الحسن أوصيك أن تتصدي نفسا صورته لي الملائكة وهي يومئذ شرفت الإسلام. يا أبا الحسن إن أكملت دفني اجلس عند رأسي وبارك وجهي وأسمعني تلاوة القرآن، فإني أحب تلاوة القرآن وأحب سماع صوتك يا علي. هذه وصيتي فاحفظها يا أبا الحسن. سمعا وطاعة يا بنت رسول الله سوف
وبكاء على ذلك إن شاء الله. والله وصف حيدر راعي الشهامة يتقلق في قبوه بلا علامة. يا حيدر يا علي بليل وظلامة وعينك على لعب اليتامى. والله يا حيدر انا قبل ما اغمض العين انا اريد اوصيك عيد الحسن وحسين. والله عندي بطل وزنان الاثنين هاي الوصيه يا عليدي. كل التقسيم خلفان علي وضيع يا حامل حبيبي. والله ظلت عندي يا حيدر وصيه بزينب لو شفنا الغاضري. والله لا تخليها مهمومه يا سبيل. ثم خرج الامام عليه السلام من الدار وذهب الى المسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى عندنا أنا مستحيل هو الصلاة والعافية والكريم. وقامت الزهراء عليه السلام من فراشها وغسلت لأولادها ثم أمرتهم بأن يذهبان إلى قبر جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله. صبر على البلاء والمصائب لكن سوف تشاهدون المصائب بكل الأسر. فأول مصيبة ستشاهدونها هي مصيبة أباك أمير المؤمنين مقدم بذنب ونحوى بسلامته. اصبر يا زينب. والمصيبة الأخرى مصيبة أخاك الحسن وتقدمها في الدنيا أسماء. اصبر يا زينب. يا كلمة مصيبة أخاك الحسن كربلاء كربلاء فإنك سوف تشاهدون مصيبة أخاك الحسن يقول طائحا فريدا بأرض يقال لها كربلاء وشمال في صدر وقدمار في نحر وهي في زينب. هذه أكفان وكفنا لي وكفنا لأباك أمير المؤمنين وكفنا لأخاك الحسن وكفنا لك يا زينب. الله أين كفن أخي الحسين؟ هنا في زينب كفن الحسين تراب كربلاء. يا ولدا يا حسين يا زينب احتمال رعيتك يا حسين يا زينب. وهذا سير
داخل إلى حجرتي أتعبد وأقرأ القرآن، فبعد ساعة جميل إن أجبتك فأجبتك، وإلا فاعلمي لاحقة بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسمع، إذا جاء الحسن والحسين لا تظهري في وجههما البكاء، واحضري لهما الطعام حتى يعود أبيهما علي بن أبي طالب من المسجد، فإني أخاف عليهما. ها جنبي يا أسماء. ثم أخذت تقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي القرآن بالحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. السلام عليك يا ميكائيل. أشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث نفسا بذلك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أبا محمدا رسول الله. أشهد أن إليك ربي لا إلى النار، إليك ربي لا إلى النار. ولما أحست بدنو أجلها استقبلت القبلة ومددت رجليها وأسفلت يديها وأغمضت عينيها. آجركم الله وآجرك يا صاحب الزمان، وماتت مظلومة مهضومة شهيدة. رحم الله من نادى إلى فاطمة يا سيدتي. أيها مظلومة طلبت أسماء ألم تجبها، فدخلت عليها فحرجتها وإذا بها ميتة، فلطمت خدها ودخلت عليها زينب فرمت بنفسها على أمها وهي تسير. أيها أمه كلميني محبتك رسول الله. أنا عند راسي كان علي